أهلاً بيكم مرة تانية. في الجزء ده هنكمل كلامنا عن التحضير للتسويق بالعمولة، وهنركز قوي على الخطوات العملية اللي بتخلي النتائج تظهر أسرع. لو الجزء الأول فاتكم ممكن ترجعوا له بعدين، بس دلوقتي خلينا نكمل رحلتنا. ده الجزء التاني اللي هو من الآخر جزء الشغل بجد. هنتكلم في التحضيرات العملية اللي بتفرق واللي بتحول المجهود لنتائج وفلوس حقيقية. يلا بينا نشوف إزاي. طيب، خلونا نبدأ بالمقولة دي. الفكرة ببساطة إن النجاح في المجال ده مش ضربة حظ ومش زرار سحري هندوس عليه، لأ. المكسب الحقيقي بيجي من التحضير الصح، من الشغل اللي بيتعمل قبل حتى ما نفكر ننشر أول لينك. والكلام اللي هقوله ده مش كلام خبير بقى ولا تنظير، دي الحاجات اللي من قلبي كنت أتمنى أعرفها في بدايتي. حاجات كانت هتوفر عليا وقت ومجهود كبير قوي، بعتبرها خلاصة التجربة. أول حاجة وأهم حاجة نبني الأساس صح. زي أي مبنى، لو الأساس مظبوط كل اللي جاي بعد كده هيبقى سهل ويستحمل. والأساس ده ليه 3 أعمدة رئيسية. أولاً، نفهم المنتج اللي بنسوق له. تانياً، يكون عندنا منصة نتكلم من خلالها. وتالتاً، ودي مهمة قوي، نلاقي أسلوبنا الخاص. نيجي لأول نقطة. بصراحة كده الواحد مستحيل يقدر يسوق لحاجة هو نفسه مش مقتنع بيها. لازم المنتج ده نكون مؤمنين بيه بجد، عشان لما نتكلم عنه كلامنا يطلع من القلب ويوصل للقلب. هديكم مثال شخصي. نقطة التحول الحقيقية بالنسبة لي كانت لما لقيت منتج أقدر أتكلم عنه وأنا فعلا حباه، وهو كان كورس السيو من الصفر للاحتراف. ليه ده بالذات؟ عشان أسلوبه كان بسيط جدا ومثالي لأي حد بيبدأ، والمدربة كانت بتتابع خطوة بخطوة. وكمان لما سمعت رأي صديق جربه قال لي إن شرحها مباشر وواضح ومن غير أي لف ودوران. الإحساس بالصدق ده هو اللي بيخلي أي تسويق ينجح. تمام، لقينا المنتج اللي احنا مقتنعين بيه. الخطوة التانية ايه؟ لازم يكون عندنا مكان، منصة خاصة بينا نتكلم فيها. ممكن تكون صفحة على فيسبوك، قناة يوتيوب، حساب انستجرام، أي مكان نقدر نتواصل فيه مع الناس. والموضوع مش لازم يبدأ بشكل احترافي خالص. يعني أنا عن نفسي بدأت بقناة يوتيوب بسيطة جدا، بتكلم فيها كأني قاعد مع صحابي على القهوة. البساطة والعفوية دي هي اللي بتعمل رابط حقيقي مع الناس، بيحسوا إن اللي بيكلمهم ده واحد منهم. ونيجي للخطوة الثالثة، الأسلوب الخاص. إننا نقلد حد تاني ده طريق نهايته مسدودة. الأهم بكتير إنه كل واحد فينا يطور صوته وطريقته اللي بتعبر عنه هو، التاتش بتاعك. ودي الزتونة بتاعة الموضوع. الناس بتحب اللي بيكلمها كأنه صاحبهم، مش كأنه مجرد بياع عايز يبيع وخلاص. الأصالة دي هي اللي بتبني الثقة، والثقة هي اللي بتجيب النتائج. تمام قوي، كده إحنا بنينا الأساس. دلوقتي بقى إزاي نسرع النتائج دي؟ هنتكلم عن أداتين، واحدة منهم مهارة والتانية عقلية لازم تكون موجودة. أول أداة هي ال SEO أو تحسين محركات البحث. يعني إيه الكلام الكبير ده؟ ببساطة شديدة دي الطريقة السحرية اللي بتخلي الناس هي اللي تلاقيك بنفسها لما تبحث على جوجل أو يوتيوب من غير ما تدفع مليم في الإعلانات. طيب، نفهم أساسيات السيو دي إزاي؟ الموضوع أبسط مما نتخيل. يعني نتعلم إزاي نكتب عنوان يشد الانتباه، إزاي نختار الكلمات الصح اللي الناس بتدور بيها، وإزاي نظبط المحتوى بتاعنا عشان يظهر في الأول. بدل ما نفضل إحنا اللي نجري ورا الناس بالروابط، الناس هي اللي هتيجي تدور علينا. ونيجي بقى لأهم أداة في الكون، ودي مش برنامج بنشتريه، دي حاجة جوانا: الصبر. مفيش نجاح بيحصل بين يوم وليلة، والقصة الصغيرة اللي جاية دي بتوضح ده بالظبط. أول لينك نشرته كنت متحمس جدا طبعا، ومتوقع بقى النتائج تبان على طول. والنتيجة كانت 0، ولا ضغطة واحدة، 0. ودي لحظة طبيعية جدا ومهم نفتكر إن كلنا بنمر بيها في الأول. لكن مع الاستمرارية والشغل ومشاركة التجارب الناس بدأت تتفاعل، وبعدين بتيجي اللحظة اللي فعلا مستحيل تتنسي. أول إشعار يجيلك يقول إن في عمولة دخلت بسبب مجهودك. الإحساس ده لوحده بيخليك تعرف إنك ماشي صح، وإن تعبك ما راحش على الفاضي. وأخيراً، طيب من الآخر كده، نبدأ منين دلوقتي؟ بعد كل الكلام ده، إيه الخطوة الأولى؟ نصيحة ذهبية: بلاش تشتغل لوحدك، خليك جزء من مجتمع. تابع ناس في نفس المجال، اتفرج على فيديوهاتهم، اسألهم، جرب اللي بيقولوه. ولو فشلت ارجع حاول تاني. التعلم رحلة مستمرة. طيب، لو لسه حاسين بالتوهان ومش عارفين بالظبط إيه المفروض يكون أول خطوة عملية، أحسن بداية هي إننا نستثمر في نفسنا ونتعلم. ابحثوا عن مصدر موثوق يمشي معاكم خطوة بخطوة، سواء كانت كورس أو كتاب أو حتى قناة على يوتيوب. أنا شخصياً الكورس اللي اتكلمت عنه هو اللي حطني على أول الطريق الصح،
لأنه كان زي خريطة واضحة. الشرح ده هينتهي بسؤال مش بملخص. السؤال ده لكل واحد بيسمعني دلوقتي: إيه هي أول خطوة صغيرة ممكن تاخدها النهاردة؟ مش بكرة، النهاردة. المهم هو البداية والاستمرارية والتعلم كل يوم.